علشان خاطر الجيش يرجع يقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه طبيعي في حمايه الدوله المصريه، وانه ما كانش فيه اي نوايا لدى الفريق اول عبد الفتاح السيسي لاي حاجه حصلت بعد كده. ادي شهاده محمود بدر. اتفضل يا محمود. والله كمان انا كنت اول من رد على الفريق السيسي ورفضت هذه الفكره تماما. وقلت له كمان التالي وانا فاكر يوميها، قلت له اصلا يا فندم احنا 80% من الشعب المصري موجودين في الشارع، لو حضرتك فاكر ان فكره الاستفتاء دي ممكن ترضي جماعه الاخوان فهم كده كده مش هيرضوا على اللي احنا بنعمله، بس احنا لو خرجنا لناسنا قلنا ان في استفتاء هم اللي مش هيرضوا، فبدل ما يبقى المصريين كلهم موحدين في مواجهه هذه الجماعه ممكن يحصل عندنا انشقاق. وبدات اتناقش واسرد ليه انا مش موافق على فكره الاستفتاء، ثم طلب من الدكتور البرادعي ان يكون اول المعقدين على كلامي. وسالوا الفريق السيسي رايك ايه يا دكتور برادعي في اللي بيقوله محمود؟ رد الدكتور البرادعي قال انا بتفق تماما مع اللي قاله، وانه ما فيش حاجه اسمها استفتاء واحنا وصلنا للمرحله النهايه، وبالتالي لازم يكون هناك عزل فوري للرئيس مرسي. والله هذا حصل يا استاذ خالد، وبالتالي اما يجي يقول هذا الكلام فلا يبقى في حاجه مش حقيقيه. بالمناسبه كمان انا في كلمتي في نهايه الكلمه انا اللي طلبت بضروره احتجاز محمد مرسي قدام الناس كلها، ولم يعترض الدكتور البرادعي. بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا جزيلا.